الناس اللي قاعده تعد عليا الزيجات دي بالنسبه لي انا بضحك بصراحه. بتقري الكلام ده؟ يا جماعه انا فين والفنانه تحية كاريوكا فين؟ انت عايزه تكملي 13؟ لسه قدامك مشوار طويل. لا طب مفيش صحه طبعا، لا خالص. انا بتكلم على انه الموضوع مش مساله عدد الزيجات. وعلى فكره بالمناسبه انا الافضل اني اكون ناجحه في الطلاق على اني اكون فاشله في الزواج. ثواني، الافضل تكوني ناجحه في الطلاق عن ان انت تكوني فاشله في الزواج؟ طبعا، لان لما تربطك علاقه احترام بابو ولادك وعلاقه صداقه وود يعني في اطار المسموح والمألوف، اكيد احسن بكتير مما تبقي مع زوج وقاعدين تتخانقوا وتعلوا صوتكم والولاد بيتفرجوا على العلاقه الغير صحيحه وسليمه ومسمومه. فطبعا الانسان يبقى ناجح في الانفصال احسن ما يبقى فاشل في الزواج. فهي فلسفتي يعني. بس انا بالنسبه لي فكره انك تعد عليا الزيجات دي كوميديه جدا بالنسبه لي. قالوا دي الزيجه رقم 4؟ 3. لا 3 بالراحه عليا لسه. ربنا ما يجيبش الرابعه يعني ان شاء الله. بس بصي، خبره الحياه خلتنا يعني انا جاهزه لكل شيء وجاهزه لاي شيء، ولا انبهر ولا اتفاجأ، واللي يجيبه ربنا كله كويس وربنا عارف الخير فين. وانا قدريه جدا،